علشان الاهلي يكسب الزمالك لازم تدي للزمالك قدره وقيمته، مش في الاسم والمكانة والشعبية وانه نادي كبير. لازم تدي للزمالك قدره وقيمته في الحالة الفنية. زي ما انت معرض ان انت ممكن تستهزأ بفريق والفريق ده يكسبك، برضه ممكن الاحترام المبالغ فيه وان انت تدي للفريق ده اكبر من حجمه الطبيعي. ممكن الفريق ده يتعايش مع اجواء اللقاء ويقدر يكسبك. لازم تحط للزمالك سقف او تبقى عارف ان الزمالك فقير جدا فنيا. لازم تبقى عارف حالة الزمالك اللي موجود فيها حاليا. اي فريق يقدر يسجل فيه، اي فريق يقدر يكسبه. فانت لازم تلعب وتحط للزمالك، تحترم الزمالك مفيش مشكلة، لكن حالة الزمالك الفنية تعمل لها حد. ما ينفعش ان انا انزل من اول المباراة عندي نوع من ان انا لسه بجس النبض. ما ينفعش ان انا من اول المباراة اسيب الزمالك يدخل في اجواء اللقاء ويعيش ويتعايش مع ظروف اللقاء، والزمالك شاطر في ده جدا، وبعدين يستغل خطأ مني فيقدر يسجل فيه هدف. لازم اتعامل مع الزمالك بحالته الفنية دلوقتي، ان هو فريق هش جدا دفاعيا، انه فريق بيلعب بشكل عشوائي، ان فريق عنده مشاكل كتير جدا دفاعيا، سواء في المسافة ما بين حسام عبد المجيد مع الباك الشمال اللي هيلعب تقريبا لأول مرة محمود بنتايج، وكمان المشاكل الفنية اللي موجودة ما بين حسام عبد المجيد مع حمزة المسلوسي، وحارس المرمى اللي أي كرة بتتشاط عليه بتتسجل هدف. فده مفيش فيه مشكلة. لازم تتعامل مع الزمالك من المنطق ده، ما تتعاملش مع الزمالك كاسم الزمالك فريق كبير طبعا وديربي وكل حاجة. اتعامل مع الزمالك في الحالة الفنية اللي هو موجود فيها دلوقتي. انزل من بداية المباراة، خلص الجيم من بدري، انزل سجل هدف واتنين وتلاتة زي ما عملت قبل كده وكسبت الزمالك 4-1. ما تخليش الزمالك يدخل في اجواء اللقاء من بدري. اضغط على الزمالك ضغط عالي. قسم المباراة لكذا سيناريو. السيناريو الاول بالنسبة لك ان انت لازم من بداية المباراة اخلي الزمالك تكون حساباته كلها مرتبكة. لازم اسجل هدف مبكر، لازم اضغط الزمالك، لازم اخلي الزمالك يبقى عارف ان المباراة بالنسبة له هيتهزم. لازم يكون رد فعل الزمالك بالنسبة لي ان انا خلاص الاهلي نازل تقيل، ان الاهلي نازل فارد شخصيته وسيطرته وقادر ان هو ما سجلش فيها في اول ربع ساعة هيسجل. لازم توصل للزمالك احساس الخوف واحساس ان انت فريق تقيل عليه، علشان تخلي الزمالك فعلا بالنسبة لك ما يدخلش اللقاء. الزمالك فريق عادي جدا حاليا، اي فريق يقدر يسجل فيه اهداف، اي فريق يقدر يكسبه. اللي خلى الزمالك يكسبنا الدوري اللي فات او في الدور الاول في الدوري اللي فات مش ان الزمالك كان افضل مننا. اللي خلى الزمالك يكسبنا ان كولر في التوقيت ده او في المباراة دي بدأ بمودست وطاهر، وبدأ تقريبا بكريم نيدفيد، وقعد تقريبا اكرم توفيق. شوية اخطاء في التشكيل خلت الزمالك يكسب اللقاء ده. فده احنا مش عايزينه. عايزين ان احنا ناخد بالنا من التشكيل، ننزل ضاغطين من اول ربع ساعة، نقسم المباراة، نخلي الزمالك يبقى عارف ان هو هيتهزم. ما يكونش الزمالك فعل. لازم الزمالك تلعب معاه على انه يكون رد فعل. كون انت الفعل من البداية، انت اللي تسجل من البداية. خلي الزمالك بعد كده يحاول يرجع في اجواء اللقاء. ده الزمالك مش شاطر فيه وما بيقدرش يعمله. دي ابسط خطة او ابسط طريقة ازاي تلاعب بيها الزمالك في نهائي السوبر الافريقي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل الناس اللي بتشوف المحتوى بتاعنا تدعمنا سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.